السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد جويش ودي قناه برومو. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده معانا مراجعه فيلم ذا بوبس اكسورسيست. فتابعوا معايا الفيديو، ومتنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. يتابع الفيلم احد قصص جابرييل امورس، طارد الارواح الاشهر في تاريخ الفاتيكان، وهو بيحقق في قضيه مس شيطاني لطفل، وبيكتشف مؤامره حاول الفاتيكان اخفاؤها. شخصيه جابرييل امورس هي شخصيه حقيقيه، هو كان موجود وتوفى في عام 2016. حتى اصلا قصه الفيلم دي هي مأخوذه من احد الكتب اللي هو كان كاتبها، يعني هو شخصيه حقيقيه كانت موجوده، ولكن قصه الفيلم حصلت بالفعل ولا لا دي حاجه انا معرفهاش. نروح لجزئيه القصه والسيناريو. في بداية الفيلم كان في مشهد كده لعملية طرد الاستحواذ الشيطاني. المشهد ده كان ممكن يعني الطريقة اللي تم استعمالها من أغرب الطرق اللي أنا يمكن شفتها في أي فيلم قبل كده. طريقة غريبة، وأعتقد إن هي ما كانتش أفضل طريقة لبداية فيلم. يعني أنت عايز تبدأ فيلم رعب والمفروض إن أنت بتخليني كل انتباهي يبقى موجود، فاعتقد ان مش دي افضل بدايه كان ممكن يبداها الفيلم. بس من خلال المشهد ده الفيلم نجح في تقديم الشخصيه الرئيسيه بتاعته، وبيبين لك قد ايه هو واسع الحيله، قد ايه هو شخصيه مرحه برغم ان هو بيشتغل طارد الارواح، ولكن هو مرح وعادي وواسع الحيله وعنده اكتر من طريقه لان هو يطرد اي روح شريره موجوده. على الجانب الاخر بنشوف تقديم لاسره بسيطه جدا مكونه من ام وبنت وطفل. البنت مراهقة ومنفتحة على الحياة وعايزة تنطلق من غير ما حد يوقفها، والطفل بيعاني من صدمة نتيجة موت أبوه وما بيتكلمش من ساعتها. الأب اللي لسه ميت من سنة بحادثة ومش سايب لهم أي حاجة غير بيت موجود في أسبانيا، فالحل الوحيد علشان يقدروا يعيشوا ماديا إن هما هيبيعوا البيت ده ويعيشوا من الفلوس بتاعته. بيروحوا لأسبانيا بهدف إن هما يرمموا البيت ده ويبيعوه، ولكن طبعا ما بيعرفوش إيه اللي بيبقى مستنيهم في البيت ده. الفيلم طرح بعض الافكار، منها الايمان، ان انت لازم تبقى مؤمن في كل وقت في كل زمان. ايمانك هو الحاجة اللي هتثبتك قدام اي شر موجود، او هتثبتك قدام اي حاجة انت مش واثق في نفسك وانت قدامها. ايمانك هو هيبقى المنقذ الوحيد ليك. كمان فكرة الذنوب اللي انت بتعملها لازم تتخلص منها عن طريق التوبة، انت تتوب على الفعل ده وتقرر انت مش هتعمله تاني. وان لا تدع اخطاء الماضي تحدد ما انت عليه اليوم، يعني مش اي ذنب انت عملته لازم تفضل ندمان عليه باقي حياتك وتسيب اللي باقي من عمرك ده يروح بسبب ايه؟ بسبب الغلطه اللي انت عملتها زمان. لا، انت ممكن تتوب عن الغلطه دي وتواصل في حياتك عادي. الفيلم كان فيه بعض الافكار الجميله الصراحه اللي بتتكلم عن الايمان وعن التوبه وعن الحاجات دي، ولكن للاسف هو الفيلم برضه بيتكلم من وجهه نظر ومن منظور ومعتقدات مختلفه عن قناعاتي ومعتقداتي الدينية والشخصية. ففي يعني بعض الحاجات في الفيلم اللي ما جاتش معايا سكة بسبب الاختلاف في المعتقدات دي. في نقطة بسيطة كده في الفيلم يعني، ولكن انا ما قدرتش اعديها لانها كانت غريبة جدا بالنسبة لي. في فكرة بنشوفها في اول الفيلم ان يعني الفاتيكان عايز يلغي قسم طرد الارواح ده. ليه؟ لان خلاص مفيش حاجة اسمها شيطان، وده الكلام اللي هو كان بيقولوه الناس القدام، والدين الجديد بقى اليومين دول ان اصلا الشيطان ده مجرد فكره فقط لا غير. فاللي بيناقش الموضوع ده لجنه بتبقى مكونه من بعض الافراد كلهم فوق ال60 حرفيا، عدا الزعيم بتاعهم والشخص بقى المسؤول على الناس دي كلها شاب صغير عادي خالص ومفيش اي حاجه، مع ان كل الناس اللي حواليه كلهم ناس كبار وكده، وده هو الشاب الوحيد ما بينهم وهو الزعيم بتاعهم. انا ما قدرتش افهم الحته دي خالص، هي حته عابره خالص وملهاش اي تاثير في الموضوع، ولكن اللي هو ازاي يعني انتوا الترتيب عندكم بيبقى بناء عن ايه؟ طيب دلوقتي هنتكلم بقى عن اكتر حاجة مهمة موجودة في الفيلم، وهو جانب الرعب. هل الفيلم كان مرعب ولا لا؟ بالنسبة لي الفيلم كان اثارة اكتر ما هو رعب، وده بسبب ان انا ما حسيتش باي رعب موجود في الفيلم. مش عارف هل دي حاجة عندنا من كتر مثلا افلام الرعب اللي بتفرج عليها فبقيت لو ما بتأثرش باي حاجة، ولا ده من ايه؟ مش عارف، ولكن انا مفيش مشهد واحد حسسني بخوف. الفيلم اصلا مشاهد الجامب سكير الموجوده فيه يعني تتعدى على الصوابع ومش مخيفه. فقولوا لي ايه رايكم في الموضوع ده؟ الناس اللي شافت الفيلم هل حسوا برعب ولا برضو زي حالاتي وما حسوش باي حاجه؟ في برضو نقطة كده موجودة في الفيلم، هو ان الشيطان دلوقتي بيهاجم الانسان او بيهاجم الشخص اللي جايله عن طريق الخطيئة بتاعته. يعني الشخص بيعرف الخطيئة بتاعتك وبيهاجم منها، فبدل ما انت جاي تقضي عليه وتعمل عملية طرد ليه من الجسم اللي هو موجود فيه، لا هو بيهاجمك عن طريق الخطيئة اللي انت عملتها. وده اللي كان بيحاول يعمله مع البطل بتاع الفيلم بتاعنا، ان هو بيهاجمه عن طريق الخطيئة اللي هو مخبيها عشان يبقى موقفه ضعيف بالنسبة له. فبالتالي البطل بتاعنا طارد الارواح ده عنده خطيئة، بنعرف بعد كده ايه هي الخطيئة لغاية ما بنوصل ليها. خطيئة عادية جدا، مش حاجة تستاهل ان انت تخبيها عن الناس، واللي هو يعني مش اللي هي اللي كانت متبروزة. الفيلم بروز انها خطيئة البطل بتاعنا دي ان هي حاجة لا تغتفر، وانه
ازاي بيعمل كده؟ يعني ازاي هو المفروض ان هو قس وشخص لازم تبقى المعتقدات الدينية عنده، شخص ما بيغلطش كل الحاجات دي، ويبقى عنده خطيئة؟ فلما بتيجي الخطيئة تلاقي حاجة بسيطة خالص. هو يعني انت ليه بروستلي الموضوع على انه هو عمل ذنب لا يغتفر، وتيجي في الاخر تكون حاجة بسيطة جدا. على مستوى القصة الفيلم كان عنده فرص كتير قوي ان هو يزود في القصة بتاعته ويعمل قصة تكون اقوى من اللي حصل دي بشكل كبير، ولكن هو ما استغلش الموضوع ده. نروح للاخراج. الفيلم بصريا ما عنديش اي مشاكل معاه، سواء على مستوى التصوير والكادرات والزوايا والشغل ده، او حتى على سواء المؤثرات اللي تم استخدامها والمزيكا وكل الحاجات دي، انا ما عنديش اي مشكلة معاها. مشكلتي الوحيدة وهو في عامل الرعب. فين اللعب الاخراجي بتاعك انت لابراز وتقديم الفيلم ده كفيلم رعب؟ الابراز وتقديم جانب الرعب اللي موجود فيه، وان انت توصل لي احساس القلق والتوتر والخوف وانا قاعد بتفرج عليك. الكلام ده ما حصلش معايا. فكان لازم لعب اخراجي اكتر، مشاهد خوف اكتر، لازم توصل لي احساس ان انا ابقى قلقان ومتوتر وانا قاعد معاك وانا مش عارف النهايه رايحه على فين. ولكن الفيلم من اوله لاخره النهايه متوقعه ومعروف ايه اللي هيحصل في الاخر. وكمان برضو حاجه من الحاجات اللي ضايقتني اخراجيا هو مشهد لا يتعدى الثانيتين، ولكن المشهد ده مشهد فصلني فصلان كبير قوي. في شخصيه من الفيلم بنشوف ان طبعا الشيطان بيهاجم كل الناس اللي بتجيله، فهو هاجمها عن طريق ازاي؟ ان هي اترفعت طبعا في السقف كده وهو متحكم فيها، والرقبه دي بقى بتلف 360 درجه، يعني اللي هو حرفيا لفت 360 درجه. ودي حاجه اللي هو انت كانسان خلاص رقبتك اتكسرت، يعني ما انت ما ينفعش. انا ما اعرفش دلوقتي اعملها ليه، لان الرقبه دي اللي هو ليها حد من بعديه بتتكسر وخلاص والانسان بيموت. فحصل واحده من الشخصيات اللي موجوده في الفيلم الحركه دي، ولكن ايه اللي حصل بعد كده؟ ان منتجوا الحركه دي عادي والشخصيه قامت وعاشت ولا في اي حاجه ولا في اي بتاع. طب ايه لازمتها تحط لي حاجه زي دي؟ هل هي وصلت لي اي احساس؟ لا، هي الاحساس اللي وصلته لي ان الشخصيه دي خلاص ماتت. عدى المشهد لقيت ان الشخصيه دي عايشه وبتكمل حياتها عادي، فانت ليه بتعمل كده؟ ففي بعض الحاجات اللي الاخراج كان غير موفق فيها. اما عن الاداء التمثيلي، فالاداء التمثيلي حاجه من الحاجات القليله في الفيلم اللي ما عنديش مشاكل معاها. راسل كرو عمل دور حلو جدا. انا ما كانش عاجبني الجانب المرح اللي هو بيعمله، ولكن هو في الاول وفي الاخر بيمثل شخصيه كانت موجوده، فهو قدر ان هو يعملها بشكل حلو جدا، قدر يوصل لي الجزء بتاع القصه الخاص بيه بطريقه كويسه. عموما الاداء التمثيلي من كل الاشخاص اللي كانوا موجودين كان حلو، اللي هو ما كانش فيه مشاكل تذكر. تقييمي للفيلم هو 6.5 من 10. الفيلم ده فيلم حلو، ولكن هو مش فيلم رعب، هو فيلم يصلح للمشاهدة، ولكن ما تبقاش معلي سقف طموحاتك بان انت هتشوف حاجة مرعبة. وانا كنت متوقع ان انا هشوف رعب يكون اقوى من كده الصراحة، ولكن ده ما حصلش. عموما بكرة ان شاء الله بقى في فيلم ايفل ديد رايز، اللي هنشوف هل ده مرعب برضو ولا زيه زي النهاردة، مش عارفين. بكرة هنشوف ان شاء الله. وبس كده اعزائي المشاهدين، يكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. السلام عليكم.